أعلن أمس الخميس عن تفعيل برنامج دعم المقاولات لولوج الأسواق الدولية Go to Market، وهو برنامج يراد من ورائه تمكين المقاولات المختارة من اكتساب إمكانات تصديرية إضافية تبلغ قيمتها ملياري درهم خلال سنتي 2023-2024. التقرير لإشراق عطاف. أعلن أمس الخميس عن تفعيل برنامج دعم المقاولات Go to Market لولوج الأسواق الدولية بشراكة مع كل من وزارة الاقتصاد والمالية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والجمعية المغربية للمصدرين، من أجل تمكين المقاولات المختارة من اكتساب إمكانات تصديرية إضافية تبلغ قيمتها ملياري درهم خلال سنتي 2023 و2024، وكذلك دعم القدرات التنافسية للمقاولات على الصعيد الدولي مع تحسين قدرتها على مواجهة المنافسين في الأسواق الخارجية، أيضا تشجيع المقاولات على تصدير منتجات جديدة وتعزيز مكانتها بأسواق أخرى. ويستهدف هذا البرنامج المقاولات التي تجاوز حجم صادراتها السنوي 10 ملايين درهم برسم السنتين الماضيتين. وحددت القطاعات المعنية بالبرنامج في النسيج والألبسة والصناعات الغذائية والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهروميكانيكية والصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية والصناعات الدوائية وقطع الغيار ومواد البناء والصناعات البلاستيكية والكهربائية والإلكترونية والخدمات. وسيتم تحديد الدعم المالي للدولة بحسب إمكانات المقاولة وتطلعاتها الاستراتيجية ومدى متانة مخطط عملها على المستوى الدولي.